أيها الحضور الكريم، إن غلق الطرق في وجه المواطنين والمرضى من أجل زيارة الوزير الأول هذه تعتبر من الممارسات القديمة. شبعونا مقروط بالشعارات والتغيير والجزائر الجديدة، وهو يمارس نفس الممارسات القديمة وأكثر، ولم يتغير شيء بل زادت إلى الأسوأ. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، نعار عليك إن فعلت عظيم. بودي هنا أن أوجه رسالة إلى السيد رئيس الجمهورية شافاه الله وشافى جميع المرضى إن شاء الله. إن الوضعية تزداد سوءا يوما بعد يوم، وخاصة في فترة غيابك. استغلها وزيرك الأول في الشروع فيما يبدو بحملة رئاسية مسبقة بدعم من بعض المقربين منك، منهم مستشارك بابا. كيف يعقل السيد الرئيس والجزائر تعيش في وضع صعب من الناحية المالية والاقتصادية داخليا، ومشاكل دولية بجوار حدودنا، ولا نجد أي ردة فعل من حكومتك؟ والوزير الأول اكتفى بالتعازي والتهاني والتبريكات على صفحته الرسمية بالفيسبوك، حتى أنه لم يكلم نفسه ويتمنى لك الشفاء، وهذا أضعف الإيمان. سيد الرئيس، إن كل شيء متوقف، ينتظر منك اتخاذ إجراءات مستعجلة، فلا استثمارات جديدة ولا مناصب عمل جديدة. لهذا أتمنى السيد الرئيس في الإسراع بقانون رفع التجريم على فعل التسيير. إن أي مسؤول إذا ما كانش عنده ضمانات وحماية قانونية في تصرفاته يخشى التوقيع، يخشى المبادرة، يخشى اتخاذ قرارات والمواقف، وتتعطل معها التنمية المحلية التي ينتظرها المواطن. يجب تحفيز أكثر الإطارات الدولة، لأنهم أصبحوا مقيدين بين مطرقة المحاسبة واستندان تعطيل المشاريع. السيد الرئيس، أتمنى بعد عودتك إلى أرض الوطن إجراء تغيير حكومي مستعجل، والاعتماد على الكفاءات والنزاهة لا على الولاءات. فتح الحدود لعودة الجالية